صباح الخير وجمعتكم مباركة. النهاردة يمكن الموضوع بعيد شوية عن الكورة. يعني أنا صاحي الصبح على خبر اللي هو غرق بعض أراضي طرح النيل في المنوفية في البحيرة. أنا مش عارف يعني إيه أراضي طرح النيل مبدئيا، بس الخبر ده طلع يعني. ويمكن في 5 6 أيام قبل كده السودان عايمة. فأصحى النهاردة على الخبر بتاع رئيس الوزراء المصري: احنا مع اثيوبيا في التنمية وبس تاخد بالها. ومن قيمة يومين رئيس الوزراء السوداني بيقول لك انا هقعد معاهم واشوف الدنيا فيها ايه، وهيبقى في شفافية وهنقل للناس المفاوضات بشفافية. لا، ما اتوقع ما فيش حاجة اسمها كده. لما الدولة زي اثيوبيا تتعمد ايذائك، ما ينفعش اقول لا انا هقعد معاهم. احنا قعدنا بدل مرة 10 وهم عايزين يأذوك. ما هو انت كدولة تحجيز المية عن مصر وعن السودان في موسم الفيضان، اللي هو اساسا الميه جايلك كتير، واللي انت تخليه عندك ورا السد ده غلط. عشان تحجزيها لمجرد ان انت حاجزاها في الوقت اللي هم عايزينه فيها، وتفتحي البوابات بعد ما الموسم يخلص وبعد ما الصيف تقريبا خلص والناس مش محتاجه ميه زي الاول، وبعض الزراعات اللي احنا كنا محتاجينها عدت. فانا بفتح لك الميه في اوقات انت مش عايزها، وبحجزها في عنك اوقات انت عايزها، رغم ان الميه كتير. فهو الموضوع من اوله لاخره ضرر يعني. فيبقى الكلام لا اصل انا تنمية اثيوبيا وانا مع تنمية، لا انا مش مع تنمية اثيوبيا، انا مع مصلحتي. وفي مثل او في مبدأ بيقول: درء الضرر عن جلب المنفعة. يعني مش عشان هي تنتفع تضرني، مش عشان تولد الكهرباء تغرقني وتغرق اللي قبلي. ف ما تفعله اثيوبيا يعني ضرر متعمد، ليس له سبب وليس له اصل. انت زي ما انت يا اثيوبيا، انت قعدتي سنين مش عارفه تبني السد بكلمه من عندنا. لو بنيتي السد هيحصل فيك اللي هيحصل فيك. ولغايه دلوقتي احنا زي ما احنا وانت زي ما انت. انا لا الوم اثيوبيا، انا الوم العين الحمراء اللي لازم تطلع. كل ما يحدث الحين هو ضرر متعمد من بلد غير ذات صله يعني. انا اتوقع ان انت اللي بتعمليه بتسقطي نفسك من الحسابات اكتر ما انت ساقطه. مش هتتحكمي في الميه بتاعتنا، مش هتضرينا. لا لا لا. قصة اللي احنا نبدي مصلحتها ده نوع من انواع العبث. قصة اللي احنا نحاول نتفاوض معاها تاني نوع من انواع العبث. قصة ان احنا نقعد شفافية في المحادثات نوع من انواع العبث. النية الاثيوبية واضحة، والضرر حاصل من اول سنة بعد اكتمال السد. فالموضوع مصيري لا يتحمل هراء اثيوبيا.